السلام عليكم. كل أم حامل أو بتفكر في الحمل بيكون هدفها الأول المحافظة على صحتها وصحة جنينها، وده فعلا اللي بتفكر فيه معظم الحوامل. أنا كريم شرابي، أهلا بكم في حب الطب. أكتر سؤال بيسألوه الحوامل في اجتماعاتهم أو على جروبات الأمهات بيكون عن الأطعمة المضرة أثناء الحمل والأكلات الممنوعة في الحمل، وده لأن بالفعل الأمر مؤثر جدا وبيتوقف عليه سلامة حملك وصحتك وصحة طفلك. علشان كده جاي النهاردة أكلمك عن الأطعمة الممنوعة أثناء الحمل. بس قبل ما أتكلم فيها حابب أقول لِك إن هتيجي أختِك أو صاحبتِك أو حماتِك أو أمِّك تقول لِك إن هي أكلت الحاجات دي وما حصلتش حاجة، ما هو مش عشان ربنا سترها عليها إننا ما نلتزمش بيها، لإن فعلًا ممكن حاجة منهم تكون سبب في إجهاض طفلِك أو حدوث ولادة مبكرة. أول حاجة من الأكلات الممنوعة في فترة الحمل هي السمك، مهم جدًا إن الحامل تاكل سمك مرة أو مرتين في الأسبوع، لكن في بعض الأسماك مستوى الزئبق بيكون فيها عالي جدًا ودي اللي ممنوعة على الحامل زي القرش وأبو سيف، ودول الحمد لله كتير مننا مش بياكلهم ولا بيشوفهم أساسًا. وزي كمان التونة والماكريل فلازم نبتعد عنهم تمامًا وقت الحمل، وكمان المحار زي الجندوفلي وأم الخلول برضه نبتعد عنهم وقت الحمل، ونيجي بقى للفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، دي مش بس بتسبب لِك عدوى وخصوصًا تسمم الفسيخ، لأ ده ممكن كمان ترفع الضغط وتسبب لِك حاجة اسمها تسمم الحمل اللي هنتكلم عنها في فيديو تاني، فابعدي عنهم تمامًا وقت الحمل حتى لو كل الحوامل قالوا لِك إن إحنا أكلناها وما حصلش منها أي ضرر. ومن الأكلات اللي ممنوعة أثناء الحمل هي اللحوم المصنعة بكافة أنواعها زي اللانشون والبرجر وغيرها، دول ممكن يكون فيهم بكتيريا الليستيريا أو طفيل التوكسوبلازما، ودول لو حصل عدوى بيهم هيسببوا مشاكل عصبية وبصرية للجنين وحدوث إجهاض. ومن الأكلات برضو اللي ممنوعة أثناء الحمل هي البيض الني، في ناس فعلا بتاكله ني كده أو بيكون موجود في المايونيز والكاستر والآيس كريم السوفت، لأن البيض الني بيكون فيه بكتيريا السالمونيلا اللي بتعمل نزلة معوية وإسهال وتقلصات في المعدة. التقلصات دي ممكن تحصل في الرحم وتتسبب في حدوث الإجهاض أو الولادة المبكرة، وكمان الكبدة يفضل نبتعد عنها خصوصا أول 3 شهور من الحمل لأنها غنية في فيتامين A اللي ممكن يتسبب في حدوث تشوهات للجنين. ومن الأطعمة المضرة أثناء الحمل هي اللبن غير المبستر أو أي جبن ومنتجات مصنوعة من اللبن غير المبستر زي اللبن السايب والجبنة القريش لأنها بيكون فيها بكتيريا الليستيريا اللي بتسبب تشوهات للجنين وحدوث إجهاض ليه. كمان المخللات نبتعد عنها في الحمل عشان هي بترفع الضغط وممكن تسبب لِك تسمم الحمل اللي قُلنا هنتكلم عنه في فيديو تاني إن شاء الله. وبالنسبة للبنات اللي بتشرب قهوة أو شاي أو نسكافيه لدرجة الإدمان فعلًا، كثرة تناول الكافيين ممكن يؤدي إلى تأخر نمو الجنين ونقص وزن الطفل. مسموح منه بحوالي 200 مللي جرام من الكافيين يوميًا، بس لازم كمان تعرفي إن الكافيين موجود برضه في الشوكولات والمشروبات الغازية، فخدي بالِك من الكمية اللي هتاخديها منه ويُفضّل تبعدوا عنه نهائي، خصوصًا في أول 3 شهور من الحمل. وطبعًا دلوقتي أنتِ شُفتِ حوامل بتاكل الحاجات دي وما حصلهاش مشاكل، بس زي ما قُلت لِك في أول الفيديو، مش عشان ربنا سترها مرّة يبقى مش هيحصل مشاكل. حافظي على حياتِك وحياة الجنين، وبلاش استهتار، وبلاش الحَمَّة تضغط على مرات ابنها إن هي تاكل الحاجات دي عشان هي كانت بتاكل كده وهي حامل في ابنها وما حصلهاش مشاكل. حافظي على صحتكم وصحة الجنين اللي في بطنِك، لإن في آلاف بيجروا في كل حتة ويصرفوا فلوس كتير أوي بس عشان اختبار الحمل يطلع إيجابي. ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة وربنا يحفظنا جميعًا.